السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. قبل ما نبدأ عايزة اشكر حبايبي اللي دايما مدعميني، ربنا يبارك لي فيكم يا رب العالمين. دايما مدعميني باللايكات والاشتراكات في القناة والمشاركات بتاعتهم الجميلة اللي زي العسل. تسلموا لي كلكم وكلكم على راسي من فوق. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب العالمين. وعلشان اللي انتوا دايما بتعملوه معايا، دايما بدور لكم على وصفات سهله وبسيطه وتكون برضو حنينه علينا على قد ايدينا، يعني مكونات بسيطه على قد ما نقدر. النهارده ان شاء الله هنعمل شوكولاته تنفع لاعياد الميلاد، تنفع للهدايا، تنفع تقدميها لضيوفك. يعني بصراحه هتحل معاكي مشاكل كتيره جدا وبحاجات بسيطه جدا. كل اللي احنا محتاجينه مكعب شوكولاته حلو زي اللي انتوا شايفينه ده قدامنا. عايزين تزودوا عن كده زودوا، عايزين تقللوا عن كده قللوا. يعني هي ملهاش مقدار معين، على حسب الشوكولاته اللي موجوده عندك او على حسب الشوكولاته اللي انت عايزه تعمليها. يعني لو عندك قالب شوكولاته هتعمليه، لو عندك ربع كيلو شوكولاته هتعمليه، لو عندك 100 جرام شوكولاته هتعمليه. دلوقتي احنا خدنا الشوكولاته بتاعتنا قطعناها، نقطعها عشان تبقى سهله جدا في التسييح، يعني تسيح على طول. خدناها على حمام ميه او على حمام بخار، او ممكن تحطيها في الميكروويف لو عندك ميكروويف. دقيقتين بالظبط هتكون ساحت في الميكروويف. لكن لو هتحطيها على حمام بخار يبقى خلي بالك ما تخليش الشوكولاته ملامسه للميه، خلي الشوكولاته بعيد عن الميه وبعيد عن النار علشان ما تخرصش معاكي. والشوكولاته اللي معايا دي شوكولاته فيينا، انا بصراحه بجيب قالب كبير فيينا على بعضه. انا عايزه اقول لكم ان القالب ده عندي من ايام ما كانت ب90 جنيه، كان قالب الشوكولاته الكيلو ب90 جنيه. دلوقتي قالب الشوكولاته ب180 جنيه، وممكن يوصل كمان ل200 جنيه. يعني عايزه اقول لك ان انت لو جبتيها وخليتيها عندك سنه بحالها مش هيجرى لها اي حاجه. بعد كده جبت قالب سيليكون وصبيت الشوكولاته اللي انا مسيحاها فيه، وعدت عليها الشوكولاته مرتين عشان الشوكولاته تبقى جامده معايا، وخدتها ريحها شويه في التلاجة. على ما تريح في التلاجة بقى شويه نكون عملنا الكراميل بتاعها. جبت طاسه على نار هاديه وحطيت فيها نص كوبايه من السكر، وبحب اكون مهديه النار عشان السكر يسيح براحته خالص. ما بمدش ايدي خالص في السكر باي معلقه لحد ما بلاقيه بدا يسيح كده من الحروف زي ما انت شايفه كده معانا. بجيب بقى المعلقه باخد من بره لجوه، وبحاول اساعد مع السكر ان هو يسيح كله. وفي الحالة دي لازم يكون في ايدي معلقة خشب، ما ينفعش معلقة معدن، لان المعلقة المعدن هتسخن على ايدي وممكن تلسعني، لان اعزكم الله لسعة الكراميل بتبقى صعبة جدا. اهم حاجة نخلي بالنا من تسييح السكر. زي ما انت شايفة اللون معانا عامل ازاي، لو زاد سن على كده هيتحرق معاكي وهيمرر ومش هيبقى ليه حل. هيبقى حله الوحيد انك ترميه وتعملي غيره، فخلي بالك من الشعرة دي ما تعديهاش يعني. المهم بعد كده رحت جايبه نص كوبايه ميه بتغلي ورحت نازله بيها على السكر. هتلاقيه كلكع معاكي كده، لا قلبي فيه برده على نار هاديه هتلاقيه فك معاكي. انزلي عليه بمعلقه من الزبده او بمكعب من الزبده. اول الزبده ما تسيح معاكي هاتي كوبايه من الحليب ومعلقه كبيره من النشا، وروحي مقلبيها فيها وروحي نازله بيها على الكراميل. وقلبي زي ما انت شايفه معانا كده الكراميل يبقى لونه عامل ازاي. بقى كراميل تحفه معانا زي ما انت شايفه كده. ممكن تعملي بيه اي حلويات او اي حشوات زي ما انت عايزه بالظبط. نسيبه بقى يهدى كده شويه، وبعد ما يهدى هنجيب المضرب ونروح ضاربينه. وعايزه اقول لك لو جيتي تعملي كراميل وكلكع منك ولا اي حاجه خرزت معاكي، سيبيه لما يهدى شويه كده وروحي واخداه في الخلاط روحي ضرباه. او ممكن لو عندك هاند بلندر اضربيه. وممكن كمان تصفيه بالشبكه اللي هي المصفى الصغيره بتاعتنا دي، اللي هي المصفى الناعمه، ممكن تصفيه بيها. المهم انك ما تسيبيش الكراميل يبوظ منك باي شكل من الاشكال. الحاله الوحيده اللي هيبوظ منك ومش هيبقى ليه علاج اللي انا قلتلك عليها، ان هو يتحرق. لا قدر الله لو اتحرق او غمق شويه ده ترميه على طول، لان ده ملهوش حل، لانه هيمرر ومش هينفع معاكي في اي حاجه. المهم طبعا رحت جبت رشه ملح بسيطه كده بحطها على الكراميل، لان دي اللي بتظهر طعم الكراميل اللي معاكي، بتديله نكهه جميله جدا. بعد كده بقى جبت الشوكولاته بتاعتي اللي انا حطاها في التلاجة، وزي ما قلت لكم ان انا عدت على الشوكولاته مرتين عشان تبقى تقيله كده ومحمله معايا. هحط فيها بقى حشوه الكراميل اللي معايا بمعلقه صغيره كده، وهصب الكراميل على الشوكولاته. ممكن كمان احطهم في كيس واصبهم واحده واحده كده، كيس من اكياس التلاجة كده، ونحط فيه الكراميل ونصبها على الشوكولاته. وممكن في الحالة دي تعملي اي حشوة انت بتحبيها وتحشي بيها الشوكولاتة، يعني مش شرط كراميل. يعني ممكن تجيبي بسكوت بزبدة كده تطحنيه وتروحي حاشية بيه الشوكولاتة، وممكن مكسرات، وممكن تعملي رافاييلو اللي هو بالجوز الهند، وممكن تحشيها بندق سليم او بلوز سليم او بفول سوداني سليم، او كمان ممكن تحشيها نوتيلا او كريم كراميل. يعني الحشوة اللي تيجي على بالك ممكن تحشي فيها الشوكولاتة دي. الشوكولاتة دي ممكن تقدميها لولادك في عيد ميلادهم، ممكن كمان تعمليها وتاخديها هدايا لاي حد رايحه تزوريه، ممكن تاخدي له شوكولاته من دي. وخاصه بجد لو حشيها نوتيلا بتبقى خطيره جدا. والنوتيلا طبعا احنا عاملينها بمقادير سهله وبسيطه عندنا في القناه، الصوره بتاعتها فوق اهي هسيبها لكم، وكمان هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف.
احنا بقى قفلنا على الكريم كراميل بشوكولاته، حطينا الشوكولاته مره وسبناها تنشف ورحنا حاطين شوكولاته تاني، وممكن كمان تقفلي عليها ببسكوته وبعد البسكوته تقفلي عليها بشوكولاته. بعد كده بقى نغطي خبطتين كده بشويش عشان لو فيها هوا يخرج. بعد كده ناخدها بقى نركنها في التلاجة، نركنها في التلاجة نص ساعة بس بالظبط كده، وبعد كده هتجيبيها وتطلعيها زي ما انت شايفة كده. طبعا الاشكال دي اشكال السيليكون هتديكي اشكال جميلة جدا. انت ممكن تعمليها من غير اشكال، ولو ما عندكيش قالب سيليكون اقولك تعمليها بايه. تجيبي قوالب التلاجة اللي هي المكعبات اللي انت بتحطي فيها التلج، بس دي اهم حاجة تدهنيها زيت قبل ما تحطي فيها الشوكولاتة عشان الشوكولاتة ما تلزقش فيها. ادهنيها زيت وحطيها تلجيها في الفريزر او خليها تبرد قوي في الفريزر، وروحي مخرجاها صب عليها الشوكولاته وهي سخنه، هتلاقيها مسكت في ثواني على طول معاكي. بس احنا بنقول قوالب السيليكون عشان بتدينا طبعا شكل جميل زي ما انت شايفه كده. قالب السيليكون ده فيه 3 اشكال، هوريكم القالب دلوقتي واوريكم الاشكال بتاعته او الوردات بتاعته. يعني قالب واحد ممكن يديكي 3 اشكال او 3 وردات مختلفه. يعني ممكن تجيبي لك قالب سيليكون وتعملي بيه وصفات كتيره جدا لاولادك، وتعملي بيه اشكال كتيره جدا، وكمان ممكن تصغري الورده عن كده شويه. يعني تجيبي ورده السيليكون نفسها صغيره عن كده شويه، تديكي بقى حجم الشوكولاتايه العاديه اللي ممكن تقدميها لضيوفك لو اي حد جالك، او توديها الهديه لاي حد تكوني رايحه له باي مناسبه، او مناسبه عيد ميلاد، مناسبه نجاح، اي مناسبه. تعالوا بقى نشوف اشكال السيليكون اللي معانا. شايفين 3 وردات مختلفه. القالب الواحد فيه 3 اشكال زي ما انتم شايفين. الاشكال معانا اهي، شايفين؟ ولا بتلزق فيه الشوكولاته ولا اي حاجه، ما تقلقيش يعني. لكن زي ما قلت لك لو تحطيها في قوالب التلج يبقى لازم تدهنيها زيت قبل ما تحطي فيها الشوكولاته، وكمان تتلجيها في الفريزر قبل ما تصبي فيها الشوكولاته. تدهنيها زيت وتحطيها في الفريزر تجمد كده او تسقع جدا جدا عشان اول ما تنزل فيها الشوكولاته تقفش فيها على طول. وبعد كده لما تيجي تخرجيها الزيت اللي انت دهنتي فيه القالب السيليكون ده هيسهل جدا خروج الشوكولاته منه. نجيب بقى الشوكولاته بتاعتنا ونفتحها ونشوف قلبها عامل ازاي. زي ما شفتي معانا قلب الشوكولاته عامل ازاي، شكله جميل جدا، الكراميل اللي فيه، وبجد الطعم خطير جدا، الطعم بجد تحفه. وعايزه اقول لكم ان الشوكولاته فيينا دي بامانه بجد طعمها بجد حلو جدا. لما بعمل بيها اي حاجه بلاقي ان طعمها بجد تحفه. يعني ممكن زي ما قلت لك لو توفر معاكي فلوس كده تجيبي لك قالب شوكولاته وتركنيه عندك، وبيتحفظ بره التلاجة او في باب التلاجة، ما بيجرالهوش اي حاجه خالص، بيقعد ممكن سنه وزياده كمان ما بيجرالوش اي حاجه، ما تقلقيش عليه. بس هينفعك في اي وصفه فيها شوكولاته، هيخليكي تشجعي ان انت تعمليها على طول، لان الشوكولاته تبقى موجوده عندك مش هتشيلي همها خالص. يلا بقى جربوا الوصفه بتاعتنا النهارده، ولو عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدخلوا قناتي، تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. وصحتين وعافيه على قلوبكم يا رب.